بشكر زميلنا هشام ابراهيم على التقرير والمجهود اللي كان عامله بعد المباراه. نروح بقى للماتش بتاع بكره، خلينا نتكلم في الماتش بتاع بكره بالقائمه. بكره حراس المرمى محمد صبحي، محمد مجدي، خط الدفاع صالح موسى، كريم مسعد، عبد الحميد سامي، شوقي السعيد، احمد العش، خالد صبحي، جمال حسنين. خط الوسط محمد حمص، محمود عبد العزيز، محمود حمد، عمر الوحش، ابراهيم حسن، محمد شريف. وفي خط الهجوم زيكا وانطوي. كابتن حمام، استمرار غياب نجوم الفريق خصوصا حسني والسوليه، يمكن السوليه من 19 فبراير يعني بقاله بتاع شهر ونص. هي انا يعني اعتقد السوليه في مشكله، لان السوليه كان اتصاب فتره وبعد كده رجع لمده صغيره جدا وبعد كده اتصاب، يعني كانت جات له اصابه تاني يعني. فانا مش عارف يعني هو في نفس المكان ولا في اصابه في بس النتيجه ان هو مش موجود بقى طبعا. يعني السوليه طبعا مؤثر جدا في المستوى النادي الاسماعيلي تمام. وفي خط وسط النادي الاسماعيلي اكيد يعني. انما يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يرجعهم بالسلامه. طبعا هو وحسني يعني قوه كبيره جدا للفرقه ودفعه معنويه لزمايلهم اللي هم الصغيرين اللي في نص الملعب. فرجوعهم اكيد يعني ان شاء الله يعني هيحسن بكتير جدا من مستوى النادي الاسماعيلي. طيب احنا هنا بنشهد عوده شوقي السعيد لخط دفاع الدرويش، طبعا دي اضافه قويه لخط الدفاع، بس هو الافضل انه يلعب قلب دفاع مكان العيش ولا يلعب باك يمين زي اللقاءات اللي قبل كده؟ بص انا يمكن انا قلت لك في بدايه الحلقه ان هو العش كان عمل مباراه كويسه جدا، ويعني من اللعيبه اللي عجبتني جدا بصراحه في هذه المباراه. يعني لاعب واثق من نفسه، لاعب عنده ثقه في نفسه، عنده يعني طول قامه، بيلعب بضربات الراس بشكل كويس. انما يعني هو برضو لسه صغير، يعني لسه برضو خبرته مش كبيره. يعني اتمنى يعني وبعدين المباريات الخارجيه في بطوله افريقيا محتاجه لعيبه يعني لعبت كتير، محتاجه لعيبه عندها خبره كبيره. فيعني اعتقد ان شوقي سعيد لو لعب جنب عبد الحميد سامي هيكون افضل في هذه المباراه، ليس تقليلا من احمد العش ولكن لظروف المباراه، لان يعني زي ما قلت لك ان المباراه هتبقى صعبه، هيبقى فيه جمهور كبير جدا متحمس فيها، هتبقى كرات عاليه جدا في منطقه الجزاء النادي الاسماعيلي. يعني اعتقد ان شوقي سعيد اضافه كويسه في خط الدفاع، بس يعني اتمنى منه ان هو يعني يمسك اعصابه اكتر ويركز في الكوره، بس ما يعني ان هو لاعب مجتهد ولاعب حماسي جدا، بس طبعا بيعمل فاولات بيخسر فرقته ساعات، يعني طرد ولا حاجه. يعني الاسماعيلي في غنى عنها بكره. طيب احنا شايفين على الهواء ملعب 11 نوفمبر، وده الاستاد اللي استضاف نهائي بطوله كاس افريقيا 2010 اللي كانت فيها مصر وغانا، وكسبنا الماتش ده بهدف محمد ناجي جده. الملعب ده يا كابتن حمام، يمكن تعليق زميلنا استاذ علاء وحيد ان هو اكتر من ممتاز، وعلى ناحيه ثانيه فريق بترو اتلتيكو اشتكى من ارضيه ملعب اسماعيليه. لا هم عندهم حق طبعا، انا يعني حزين للحال اللي وصل عليه الاستاد الاسماعيليه. يعني لازم نعترف ان استاد الاسماعيليه بقى يعني صعب جدا، ولازم يبقى فيه علاج سريع لارضيه الملعب، لان ارضيه الملعب استاد الاسماعيليه كان من احسن الاستادات اللي موجوده في مصر. فان هو بيبقى بالشكل ده والحفر فيه الحفر ومطبات كتيره جوه الملعب ده، يعني اكتر ما حد ما بيأثر على حد بيأثر على لعيبه النادي الاسماعيلي، لان لعيبه النادي الاسماعيلي معروفه بالناحيه المهاريه فما بيساعدش الملعب على كده. طبعا الملعب ما بيساعدش اللعيبه انها تتحكم في الكوره، والنادي الاسماعيلي دايما كورته على الارض، فطبعا على الارض ما بتبقاش موجوده دلوقتي في ظل الحاله اللي موجوده فيها في الملعب، فطبعا دي بتأثر على النادي الاسماعيلي اكتر من اي حد تاني. طيب مشكله محمد صبحي بقى لها فتره يمكن احنا قلنا قبل كده موضوع محمد صبحي ده كان فيه باختصار يعني مشكلته مع تامر النحاس، ان كان له فلوس ورفع قضيه تامر النحاس واتحكم ان هو له فلوس عند محمد صبحي. ف كان في ايقاف، المفروض ان هو كان ايقاف لمحمد صبحي محليا مش افريقيا، ما كانش معروف الايقاف ده تحديده نوعيته ايه بالظبط، لكن حصل مشكله لمحمد عواد قبل السفر مع التجنيد، خلت مجلس الاداره بيسعى لحل مشكله محمد صبحي علشان يسافر. يعني احنا مش عايزين نقول الحمد لله طبعا ان دي حصلت عشان لا طبعًا نوصل طبعًا لكده ولا ايه، وفي الاخر بعد ما تم الاتفاق ان اي فلوس تيجي للنادي الاسماعيلي من اتحاد الكوره
هياخدها تامر النحاس لغايه ما يخلص المبلغ بتاعه. اتضح ان هو لا مش موقوف افريقيا وكان ممكن يسافر عادي، فعشان كده قلت في اول حلقه هي نوايا مش اكتر يعني. طب يعني تعليق على ده كله. يعني هو ازاي المسؤولين مش عارفين ان ده هي يعني موقوف في افريقيا ولا مش؟ ما هو انا طول ما انا عندي عواد ربنا يكرم ويخلي ماشي كويس، ما بفكرش في ان انا احل مشاكل صبحي. لما اتزنقت في الوقت وعواد ما سافرش اضطريت اجري احل مشكله عشان يسافر صبحي. يعني هو ده يعني، انا مش بدافع ولا بهاجم، هو ده اللي حصل. طب احنا لا قدر الله عواد في مباراه من المباريات اتصاب في المباراه يعني، فانت يعني ايه الافضل عندك؟ يكون عندك محمد صبحي بره بخبرته الكبيره ما مش عايز يعني انا هفكر الناس بكابتن صبحي كان عامل ازاي الموسم اللي فات. ما انا مش عايزين يعني لا يعني لا اعتقد ان يعني الموضوع ده يعني صعب جدا، والحمد لله ان هو اتحل. الاسماعيلي في احوج الحاجه انه لمحمد صبحي في المباراه الافريقيه دي طبعا. طيب التوازن بين الدفاع والهجوم يا كابتن في انجولا، وخصوصا ان الفريق ده على ارضه جاب 7 اهداف في لقاءين، وكان في اكتر من لاعب بيقدر يجيب اجوان. يعني كنا بنقول ان بره برضه بيتغلب، لكن على ارضه في ماتشين ورا بعض جاب 7 اهداف وباكتر من اسم اكتر من لاعب. ما هم يعني اكيد الفرقه دي عندها يعني قوه دفع كبيره جدا بتبقى في ملعبها. عندها جمهور متحمس جدا، هيبقى طبعا مالي الاستاد بكره، ودي يعني بتمثل يعني نقطه قوه بالنسبه لهم. طبيعي انك انت لازم يبقى فيه توازن بين الدفاع والهجوم. يعني انت اهم حاجه عندك انك انت ما تستقبلش اي اهداف في مرماك، وتحاول من سواء هجمات مرتده سواء من الكور الثابته انك انت تستغل اي فرصه وتحاول تحرز هدف يصعب من المهمه دي. واعتقد ان ارضيه الملعب دي هتساعد لاعيبه النادي الاسماعيلي ان هم يلعبوا كوره كويسه، وهيبقى اكيد في مساحات في فريق بترو اتلتيكو. بس الفرقه دي هتهاجم بكره اكتر، مع عملت هنا دفعت الى حد ما، بكره هتهاجم اكتر على ارضيه على ملعبها. والدليل اللقاءات اللي قبل كده اللي بالنسبه لها، مع ان طبعا هتختلف ان هم طبعا عاملين حساب كبير جدا للنادي الاسماعيلي رغم الغيبات الكبيره اللي موجوده في النادي الاسماعيلي، انما كل الفرق بتعمل حساب للنادي الاسماعيلي. هيبقى عندهم اكيد عندهم النزعه الهجوميه هتبقى اكتر، عايزين يخلصوا المباراه على ملعبهم ووسط جمهورهم، فدي هتبقى حاجه كويسه. ان يعني الاسماعيلي اهم حاجه ان اللعيبه تبقى واقفه على رجليها صح في الملعب، ما يتخضوش من الجماهير. لان طبعا احنا عارفين الجماهير الافريقيه يعني بتظهر بشده وبصياح طول المباراه ما بيبطلوش، انما يعني هي كلها جماهير مسالمه وما يعني ما بتعملش حاجه. انما يعني طبعا يعني الخوف كله طبعا ان يعني في لاعيبه صغيره لسه يمكن اول مره تلعب في افريقيا واول مره تلعب قدام جمهور هيبقى متحمس بالشكل ده، فنتمنى ان يعني اللعيبه تمتص الحماس بتاع لاعبي انجولا بالذات في بدايه المباراه، وعدم استقبال يعني المرمى لاي اهداف. ان شاء الله مع الوقت اللعيبه هتبدا تنتشر في الملعب وهتبدا تلعب يعني اللعب بتاعها، وان شاء الله ربنا يكرم والله يا كابتن. هو لو على الجمهور اللي بيزقر، دخلوا بس جمهور الاسماعيلي مره ماتش كده وشوفوا الجمهور هيعمل ايه، وشوف الفرقه دي هتبقى عامله ازاي، وخصوصا اللعيبه اللي ما حضرتش ولا مباراه بجمهور. شوف الفرق هيبقى عامل ازاي لما اشوف بس مره واحده جمهور النادي الاسماعيلي حاضر ماتش من ماتشاته في استاد الاسماعيليه. ان شاء الله نشوف ده قريب جدا ان شاء الله لما الامور تتصلح. هنروح لتقرير ورساله انجولا مع زميلنا استاذ علاء وحيد، ودي حاجه حصريه لتلفزيون القناه والبرنامج الدرويش. وكان التقرير ده فيه لقاء مع السفير المصري في انجولا والعميد بديع ابو علي عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي ورئيس البعثه هناك، ومستر ريكاردو المدير الفني للنادي الاسماعيلي. شوفوا التقرير ده ورجعوا لنا تاني في الدرويش. احنا معاكم من داخل مطار لواندا. السلام. الحمد لله. سيد سفير، عن وجود حضرتك بنفسك النهارده لاستقبال الفريق اعتقد له دلاله، يعني ايه اللي عايز تقوله حضرتك؟ انا كل اللي انا عايز اقوله، اتمنى من كل قلب ان شاء الله ان الفريق باذن الله يؤهل باذن الله للدور الثاني. بنرحب طبعا بكل مشاهدي تلفزيون القناه، واحنا معاهم حصريا من داخل مقر اقامه النادي الاسماعيلي بلواندا العاصمه الانجوليه، وحوار مع مستر ريكاردو. أعتقد أنني نجحت في إتمام مهمتي، ولاعب الفريق أبدوا استعدادا هائلا لأداء المباراة،
وسوف نصل إلى ما نصبو إليه. لدينا فرصة جيدة للتأهل، لقد قمت ببعض التعديلات، فالفريق في مستوى جيد، وغدا سننفذ تدريباتنا وفرصتنا مناسبة للتأهل. لدينا هجوم ممتاز. لقد أخبرت الإدارة عن الحالة المعنوية المرتفعة للفريق، وأن لدينا القوة المادية والنفسية للمواجهة وخلق فرصة مناسبة للفوز. لقد أعددت الخطط اللازمة، ويتوقف الأمر على التنفيذ في الملعب. مدير صالة حصرية للتلفزيون والقناة، أنا سعيد جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة وانطباعك. يعني أنت يعني حقيقي خير القائد لمجموعة من الرائعين جايين هنا في لواندا علشان يكتبوا تاريخ جديد للنادي الإسماعيلي، اللي احنا نحصل على الكونفدرالية بإذن الله لأول مرة كأول نادي مصري. شايف المأمورية سهلة هنا في لواندا ولا شايف إنها صعبة؟ لا والله هو ما فيش حاجة صعبة، يعني النادي الإسماعيلي نادي كبير، وأول نادي في مصر هو أخذ بطولة أفريقيا. النادي الإسماعيلي بطولة أفريقيا أبطال الدوري سنة 69، الفوز على انجلبير 3-1 في استاد القاهرة. النادي الإسماعيلي نادي كبير، بس أنت عارف يا أستاذ علاء إن إحنا عندنا نواقص. عندنا نص الفرقة، أنا بعتبرها نص فرقة غايبة عنينا، اللي هو الكابتن عمرو السولية والكابتن حسني عبد ربه. عندنا إصابات، بس الولاد يعني هنلعب بالناشئين، إحنا بنلعب بالناشئين النادي، ومعاهم الكابتن حمص كابتن النادي، وكابتن محمد صبحي كابتن النادي الإسماعيلي، وانا مبسوط منهم جدا. كابتن صبحي وكابتن حمص امبارح شايفهم عمالين يحفزوا في اللعيبه ويقولوا للعيبه شدوا حيلكم، النادي نادي كبير، النادي الإسماعيلي نادي كبير، الاحتياطي ما يزعلش والاساسي يلعب والاحتياطي يشجعه. انا بشيد بالكابتن محمد صبحي وكابتن محمد حمص. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم. بينضم في الاستوديو الكابتن حمام ابراهيم مدرب النادي الاسماعيلي السابق. الكابتن حمام، يمكن شفنا تقرير من انجولا وتمنياتنا للفوز بكره ان شاء الله النادي الاسماعيلي، الماتش الساعه 5 وان شاء الله يكون مذاع على التلفزيون المصري. عايز كابتن حمام اعرف تقييم حضرتك للفرسان الاربعه في البطولات الافريقيه، الاسماعيلي، وادي دجله، كونفدراليه، الاهلي والزمالك دوري الابطال. يمكن الاهلي خلاص ما بقاش دوري ابطال، بقى كونفدراليه هو كمان. طبعا صعود صعب، المستوى ما يطمنش. ده بيأثر على مستوى المنتخب عامه والكره المصريه بشكل عام ولا؟ طبعا اكيد طبعا، لان يعني اغلب العناصر المنتخب من الثلاث انديه الكبار، اهلي زمالك واسماعيلي. وطبعا وادي دجله طبعا عامل نتائج كويسه السنه دي، وعامل طفره كويسه، وماشي في الكونفدراليه بشكل كويس. يمكن هو حقق احسن نتيجه بين الاربع فرق، ان هو كسب 2-0 وبكره العوده ماتش العوده، مع ان برضو فرقه مالي من الفرق القويه ممكن يعني هتبقى برضو مباراه صعبه على فريق وادي دجله. طبعا الزمالك حقق تعادل، كان ريد ديفيدز تعادل سلبي بطل زامبيا، تعادل سلبي، ودي يعني اكيد يعني نتيجه يعني لحد ما مطمئنه. يعني نادي الزمالك ممكن يحسم النتيجه النهارده. طبعا النادي الاهلي طبعا احنا بنبارك للكابتن طارق العشري والنادي الاهلي الليبي. طبعا احنا بنبارك لهم، يعني احنا كان نفسنا النادي الاهلي يكمل، انما طبعا الكابتن طارق العشري برضو يعني مدرب مصري ومدرب محترم جدا. فطبعا هو الاهلي المصري خسر كده بمجموع 4-2، خسر 4-2 بمجموع المباراتين. هو خسر 3-2 النهارده، وخسر 1-0، خسر 4-2. فطبعا النادي الاهلي اوتوماتيك انتقل للكونفدراليه، دور 16 الثاني في الكونفدراليه. الاسماعيلي طبعا مع بترو اتلتيكو تعادل سلبي، طبعا كان تعادل يعني احنا هنقول طبعا ان هو مش كويس، مش نتيجه كويسه للنادي الاسماعيلي، انما احنا املنا في اللعيبه بكره ان شاء الله ان ربنا يوفقهم ويرجعوا بنتيجه ايجابيه. اهميه الفوز بكره يا كابتن هيبقى دفعه معنويه كبيره للعيبه، ويمكن على حد قول العميد بديع ابو علي عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه هناك ان احنا بنلعب بناشئين. طبعا هو احنا لو رجعنا الاسماء تاني مش هنلاقي معظمهم ناشئين، بس يعني مفهوم الكلام ان الفرقه هو قال نص الفريق مصاب او بره الملعب، فاحنا بنلعب بناشئين او بنلعب باسماء جديده.
اهميه الفوز بكره علشان كمان ماتش اتحاد الشرطه اللي جاي الاسبوع الجاي. يعني هو طبعا كلام سياده العميد بديع ابو علي طبعا ان يعني مش بمعنى ناشئين ان هم ناشئين تحت السن، انما هم بالمفهوم ان هم لاعيبه اول مره يلعبوا في افريقيا في البطولات الافريقيه طبعا. انما طبعا في لاعيبه طبعا صغيره، يعني عمر الوحش موجود، محمد شريف موجود، انما يعني اغلب اللاعيبه اول مره يمكن بتلعب في البطولات الافريقيه طبعا. يعني عندك صالح موسى، كريم مسعد طبعا كان موجود الموسم الماضي، عبد الحميد سامي طبعا كان خبره كبيره، شوقي السعيد نفس الحكايه، محمد حمص ومحمود عبد العزيز ومحمود حمد، ودول طبعا لعبوا كتير السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا والبطوله العربيه. انما يعني الكلام ان هم وابراهيم حسن طبعا كان موجود، ومحمد شريف كان موجود برضو فمش ناشئين بالمعنى اللفظي. انما يعني هم يمكن المجموعه دي اول مره يلعبوا مع بعض، يعني اول مره يلعبوا مع بعض في البطوله، فهي دي الصعوبه في كده، يعني الصعوبه في كده. انما يعني نتمنى ان شاء الله ان بكره ربنا يوفقهم ويرجعوا بنتيجه ايجابيه والصعود ان شاء الله لدور ال 16. طيب صعوبه ماتش اتحاد الشرطه اللي جاي اللي هو المفروض يوم 5 ابريل، وخصوصا ان اول نقطتين ضيعهم الاسماعيلي كان في الدوري كان بالتعادل مع الشرطه في الدور الاول. يمكن انا انت حضرتك قلت لي اهميه الفوز بكره ان شاء الله استعاده ثقه، وكمان تاكيد الثقه في اللعيبه الصغيره اللي موجوده دي مهمه جدا يعني بالنسبه لهم، ان هم هتديهم دفعه قويه جدا في مستواهم وفي ادائهم اللي بيعملوه، فده هيكون مؤشر بالنسبه لهم كويس جدا لمواصله المشوار بعد كده في البطوله الافريقيه. وكمان يرجعوا طبعا عندهم ماتش صعب، يعني شايفين هو ماتش اتحاد الشرطه ماتش صعب جدا طبعا. اتحاد الشرطه من الفرق القويه، وطبعا كابتن خالد قماش عامل شغل كبير جدا، بنحييه طبعا على المجهود وعلى المستوى اللي ظاهر بيه اتحاد الشرطه، وخصوصا كان يعني كسب المباراه الاخيره مع النادي المصري. فطبعا بنحيي الكابتن خالد، وهيكون فعلا مباراه صعبه. زي ما قلت انت حضرتك ان اتحاد الشرطه كان اول فرقه تاخد نقطتين من النادي الاسماعيلي في بدايه الموسم، بعد ما كنا تصاعدي. كان تصاعدي لعب 3 مباريات، مكسب 3 مباريات في بدايه الدوري. اتحاد الشرطه كان يمكن اول فرقه يعمل درون مع النادي الاسماعيلي، فطبعا هتبقى مباراه صعبه. فمكسب بكره ان شاء الله طبعا هيدي دفعه كويسه جدا للاعيبه ان هم يأدوا بشكل كويس قدام اتحاد الشرطه ويحققوا الفوز، عشان كمان هتبقى في صعوبه في المباريات اللي جايه في الدوري العام، لان يمكن الفرق كلها منافسات قويه جدا، سواء في الصعود للمربع الذهبي او الهروب من طب لو عايز اقارن يا كابتن حمام، اتحاد الشرطه والاسماعيلي الاثنين لعبوا 12 مباراه، الاسماعيلي ترتيبه الثاني، اتحاد الشرطه ترتيبه الخامس. الاسماعيلي فاز ب5، اتحاد الشرطه فاز ب3، الاسماعيلي تعادل 5، الاتحاد الشرطه اتعادل 7، الاسماعيلي خسر 2 واتحاد الشرطه برضه خسر 2. الاسماعيلي له اهداف 13، والاتحاد الشرطه له 9، والاسماعيلي عليه 8، والشرطه برضه عليه 8. طبعا الفرق عندنا 5 لكن عندهم 1، احنا عندنا 20 نقطه واتحاد الشرطه عنده 16 نقطه ولاعبين نفس عدد المباريات. يعني ده بيأكد ان يعني فريق اتحاد الشرطه يعني اتعادل كتير السنه دي، يعني يمكن 7 تعادلات، يمكن من اكتر الفرق اللي عملت تعادل في يعني الدوري. هو اكتر رقم تعادلات هو 7 عند اتحاد الشرطه وعند طلائع الجيش وعند بني سويف. انما فريق اتحاد الشرطه في يعني مستواه في تصاعد، يمكن بدأ الدوري ببدايه قويه جدا، بدايه قويه، وبدأ يتراجع في فتره من الفترات في نهايه الدور الاول، انما دلوقتي بدأ يبقى يعني عندهم الفرقه اكتملت بشكل كبير جدا. طبعا في عناصر انضمت ليهم، يعني محمد محسن ابو جريشه طبعا اضافه كبيره لخط الهجوم مع خالد قمر، بدل ما كان يعني الاعتماد كلي على خالد قمر، مع انه هو طبعا هداف الفرقه واغلب الاهداف بيجيبها خالد قمر. انما محمد محسن شال الضغط شويه برضو عن خالد قمر في الناحيه الهجوميه. اتحاد الشرطه طبعا بقول يعني فرقه منظمه، فرقه تكتيكيه على مستوى عالي جدا، الكابتن خالد عامل معاهم شغل كبير جدا. هتبقى مباراه صعبه، وهتبقى يعني مواجهه من المواجهات الصعبه. وكمان يعني فرق النقط مش كبير، يعني 4 نقط، فيعني دي هتبقى برضو من الحاجات اللي هتبقى صعبه على النادي الاسماعيلي في المباراه.
ان هو يعني اتحاد الشرطه عايز يحقق الفوز عشان يقرب عشان كمان يبقى من 19 نقطه، هيبقى في 19 المركز الثالث مع الحرس مع يعني يقرب من المربع الذهبي. وده طبعا يعني حلم مشروع لكل الفرق اللي موجوده. يمكن لغايه فرقه طلائع الجيش عندها امل انها، او نادي القناه والنادي المصري، الانديه دي كلها عندها امل انها توصل للمربع الذهبي. فماتشات صعبه، يعني الماتشات اللي جايه كلها صعبه، سواء اللي بينافس على القمه او بينافس على الوصول للمربع الذهبي، او اللي بيحاول يهرب من منطقه القاع في طيب كان في فوز معنوي وثلاث نقط مهمين لاتحاد الشرطه لما فاز على النادي المصري قبل مواجهه الدرويش، ده كان يوم الجمعه في الدوري. هيفرق معاهم قوي الماتش بتاعنا؟ طبعا يعني من اكيد النتيجه دي نتيجه النادي المصري يمكن بدأ في الفترة الأخيرة إن هو يعمل نتائج كويسة جدا مع الكابتن أنور سلامة، ووصل يعني للمركز الرابع قبل مباراة اتحاد الشرطة. ف يعني النادي بقاله يعني فيه قوة كبيرة جدا مع كابتن أنور سلامة. فوز اتحاد الشرطة على النادي المصري في المباراة السابقة هيدي دفعة كبيرة للفريق اتحاد الشرطة، زي ما قلت لك ان هم عايزين يدخلوا كمان في المنافسة يعني، وده طبعا يعني حقهم وحلم مشروع بالنسبة لهم. فعشان كده المباراة هتبقى يعني مباراة صعبة جدا على الفرقتين يعني، وهتبقى يعني مباراة صعبة يعني في الفرق. كابتن حمام ابراهيم بشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتني النهارده يا فندم. ربنا يخليك يا زحمة. شكرا. كابتن حمام نجم النادي الاسماعيلي ومدرب النادي الاسماعيلي السابق، بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. شكرا يا زحمة. كل مشاهدينا في كل مكان، شكرا لحضراتكم، وبكره ماتش الساعة 5 نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة، وبشكر كل فريق العمل. تصبحوا